هلو هلو، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ جاهز يا باشا؟ يلا بينا. افتح لوكيشن. هلو هلو، عقبال ما يوصلوا الساحل تعالوا اكلمكم عن ابلكيشن جوجل مابس. يلا بينا يا جماعه. ابلكيشن بجد جامد جدا، احنا بنستعمله حتى لو احنا عارفين الطريق اللي احنا هنروح. هو مش بس بيجيب لنا اقصر مسافه، لا ده بيشوف لك احسن روت من حيث المسافه وكمان الوقت. بيكون ليه اكسس للترافيك اللي احنا بنروحها في الطريق، بيقدر يشوف لك امتى الدنيا بيكون زحمه ويبعدك عن الزحمه. دايما بيجيب لك اقصر مسافه واقصر وقت، حاجه لو احنا ماسكين مابس بايدينا عمرنا ما هنقدر نعملها. غير كده كمان هو بيقدر ان هو يوفر لك اوبشنز للروتس اللي انت عايز تمشيها. يعني مثلا وانت بتمشي انت مش عايز تمشي في اي طريق فيه تولز مثلا، فبيجيب لك روت مختلف. اصلا بيديتكت مكانك لايف وانت بتتحرك. لا قدر الله حصلت حادثه على الطريق، حصلت اي حاجه عطلت الطريق، بيجيب لك فاست الروت وانت بتتحرك. عايز اقول لك كمان ان في بروجكت جوجل شغاله عليه، ان مش بس الابلكيشن يقدر يشوف لك البوليس ستيشنز اللي بتقف على الطريق، مش بس يقدر يشوف لك لو حصل اي حادثه والترافيك فجاه زادت قوي، لا ده كمان بيقدر دلوقتي ان هو يشوف لك اماكن الرادارات. يقدر كمان دلوقتي يديتكت العربيات اللي جنبك. جوجل عايزه توصل لحاجه شبه تسلا، ان بالابلكيشن بس انت دلوقتي كمان تقدر ان انت تتابع الاشارات. يقدر دلوقتي العربيه ان هي فعلا تبقى سيلف درايفنج بجد. الابلكيشن نفسه هو متوصل بالعربيه اوير بكل حاجه بتحصل حواليها. يا جماعه الساتلايتس دلوقتي بقت بتاخد بالها من الطريق اللي انت ماشي فيه. لو الطريق مش متسفلت كويس، لو الطريق بايظ، بيبدا ان هو يبعت لك نوتيفيكيشن، بيبدا يشوف سرعتك وانت على الطريق، وبيبقى عارف كمان انت عديت السبيد ليميت لكل طريق ولكل ريجن ولا لا. قبل ما نكمل كلام في الموضوع ده ونقول كل الابيليتيز بتاعت ابلكيشن المابس كلها دلوقتي، ما تيجوا نشوف كده هم وصلوا فين. بقول لك يا سيف، هو ازاي جوجل مابس واحنا ماشيين قفشنا اللحظه دي احنا واقفين بالظبط؟ احمد بقول لك ايه، انا مش فاضي، يلا عشان نلحق نوصل. هو ازاي اصلا لما بنفتح ابلكيشن جوجل مابس بنلاقي ان هو عارف كل حته في الكوكب كله، مش في مدينتنا، مش في دولتنا، في الكوكب كله حرفيا. الموضوع بدا يا جماعه ان جوجل بعتت ساتلايتس في الفضاء، وبدات ان هي تجمع شويه داتا بحاجه كانت كل الناس عارفاها، اللي هي الجوجل كار. عربيه بتمشي في كل حته في الكوكب، مركبه كاميرا 360 بتصور حرفيا كل طريق هي بتمشي فيه من كل الزوايا، وبتجمع كل الداتا دي وبتبعتها للساتلايتس فوق. وده اللي خلى جوجل تقدر ان هي تجمع كل الداتا وتخلي كوكب الارض ده كأنه ميز 3D. ميز يا جماعة بتتغير مع اي تغيير في الطرق احنا بنعمله، اي ترافيك جديدة بتتحط، اي لفة جديدة بتتحط، اي كوبري جديد بيتبني، اي حاجة بتتكسر في الطريق، ده بيكون مسمع في الساتلايت. والميز او الماب ال 3D اللي معمولة دي بتقعد تتغير مع الوقت، واللي منها الساتلايتس بتقدر تتراك احنا بنتحرك فين بالظبط ورايحين لانهي لوكيشن. وعشان اقدر اشرح لكم ازاي جوجل مابس بتقدر تجيب لنا احسن روت نتحرك فيه، انا دلوقتي عشان ابسط عليك الموضوع واشرح لك ازاي الالجوريزمز دي كلها بتشتغل، انا هظهر لك دلوقتي على الشاشه ميز 2D. طبعا الميز دي is a very simplified version. اول حاجه الميز اللي بتعملها جوجل مابس بتكون 3D. الميز بتاعت جوجل مابس بتتغير مع الوقت، اي تشينج في الطرق بيحصل لازم يسمع عندها في نفس الثانيه. انما احنا الميز بتاعتنا ستاتيك عشان نقدر ان احنا نستوعب. ودلوقتي انا بقول لك ادي الانتري بوينت في الميز، دي البوينت اللي انا واقف عندها، ودي الاندنج بوينت في الميز اللي هي بي، وانا عايز اروح من بوينت A لبوينت B. وقف الفيديو وجرب ان انت كده تحلها واحسب تايمر لنفسك، يا ترى هتاخد وقت قد ايه؟ حليت الميز ولا ما وقفتش الفيديو اصلا؟ انا بس بسأل يعني. المهم لو جربت ان انت تحلها، ففعلا الميز دي كان ليها 2 روتس عشان تقدر ان انت توصل. كان في روت A وروت B زي ما ظاهرين لك دلوقتي على الشاشة، وطبعا روت A كان هو الروت الاقصر والاسرع. بس يا ترى بقى ازاي ابلكيشن جوجل مابس بيقدر ان هو يختار احسن طريق واسرع طريق دايما في ثواني؟ بصوا يا جماعة، ان احنا نقدر نتحرك من بوينت لبوينت تانية في ميز في طرق كتيرة جدا
جدا جدا. الموضوع اصلا بدأ في الابليكيشن بان هم بيعملوا حاجه فيري بيزك، الجوريزم يا جماعه اسمه الوال فولوور. وده عشان اشرحه لكم كده بشكل مبسط، عايزك تتخيل ان انت ماشي في طريق، بتختار ان انت مثلا ايدك الشمال او ايدك اليمين دايما تفضل لامسه الحيطه، فانت بدأت من الانتري بوينت بتاعتك وايدك الشمال لامسه الحيطه، ولو وصلت لديد اند ترجع للانتري بوينت تاني وتجرب روت مختلف. الرول الوحيده في البيزك الجوريزم ده ان لازم يور ليفت هاند او يور رايت هاند تفضل دايما لامسه الوالز بتاعت الميز لحد ما تقدر ان انت تلاقي الروت الصح اللي توصل بيه للاندنج بوينت. طبعا يا جماعه اكيد انتم متخيلين قد ايه الطريقه دي كانت ممكن تاخد وقت كتير جدا، وقد ايه هي بيزك جدا جدا، فلقينا ان احنا ممكن نعمل طريقه اسرع واسرع. طبعا يا جماعه الالجوريزم ده يبان سيمبل قوي وبياخد وقت كتير، بس خدوا بالكم ده الجوريزم مفيد جدا 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 لو انت مثلا مسافر من محافظه لمحافظه، لو انت رايح من لوكيشن للوكيشن وبنمشي في طريق ستريت لمسافه كبيره جدا، رايح مثلا من القاهره لشرم الشيخ، انت بتفضل ماسك طريق واحد وماشي. فمن الالجوريزمز اللي بنستعملها وبتبقى مفيده جدا هنا هي الوول فولوور. نيجي بقى يا جماعه للبريمز الجوريزم، وده الجوريزم بينفع للكابيتالز بتاعت الدول، مدينه زي الرياض، مدينه زي القاهره، مدينه زي برشلونه. دايما يا جماعه المدن دي بتكون زحمه وبتكون الطرق كلها داخله في بعض. بريمز الجوريزم بيقدر يحل الموضوع ده بسرعه جدا بس بيحتاج كومبيوتيشنال باور رهيبه. بيعمل ايه؟ بيقول لك بص، انا عندي الستارتنج بوينت بتاعتي، البوينت اللي انا واقف فيها، وعايز اوصل للبوينت التانية. طبعا في اي مدينه من المدن دي بيبقى فيه روتس كتيره جدا جدا نقدر ان احنا نمشي فيها. فهو بيعمل ايه؟ يجيب له كده 5 6 اصحاب، يقول لهم بصوا امشوا في كل الروتس اللي موجوده في الميز دي، انا عايزكم تفضوا لي الميز دي كلها، تبقوا عارفين كل سنتي فيها موجود في ايه، وكل واحد يرجع لي باحسن روت يلاقيه. يبقى بريمز الجوريزم يا جماعه بيبقى فيه كومبيوتيشنال باور كتيره جدا عشان بيشوف الميز كلها، بيبعت يوزرز كتيرة جدا تشوف كل الماب وتجيب له كل البوسيبل روتس، وبعد ما تجيب له كل البوسيبل روتس يشوف مين أقصر واحد ومين أسرع واحد وبنستعمله. طبعا يا جماعة في أنواع كتيرة جدا من الالجوريزمز غير الاتنين دول، بس عايز أقفل آخر نوع وهو أحسن نوع موجود لحد دلوقتي عشان نحل أي ميز أو عشان نقدر نتحرك من أي بوينت لأي بوينت تانية، وهو الاي ستار الجوريزم. ايه بقى الاي ستار الجوريزم ده، وليه الناس كلها بتقول ان هو اسرع واحسن طريقه عشان نقدر ان احنا نوصل لللوكيشن بتاعنا؟ عشان نعرف يا جماعه الاي ستار الجوريزم ده بيشتغل ازاي لازم كده نتخيل الميز بتاعتنا. احنا عندنا الستارتنج بوينت وعندنا الاندنج بوينت. الاي ستار الجوريزم بياخد الميز بتاعتنا ويقسمها بلوكس. البلوك ده يا جماعه بيبقى ليه 2 فاليوز اكس وواي. اكس ده يا جماعه بيكون الفاليو اللي بيعبر عن المسافة ما بين البلوك والانتري بوينت، فكل ما البلوك يكون قريب للانتري بوينت اكتر كل ما يكون عنده فاليو اقل، كل ما الاكس يكون اصغر، وكل ما نبعد عن الانتري بوينت كل ما الاكس دي تكبر. الواي بقى هي العكس، الواي بتروح تشوف الاندنج بوينت بتاعتنا، وكل ما بنبعد عن الاندنج بوينت كل ما الواي فاليو يزيد. يعني لو انا جبت بلوك قريب جدا جدا للاندنج بوينت بتاعتي الفاليو بتاعها هتبقى قليل، لو جبنا بلوك بعيد عن الاندنج بوينت الواي فاليو يبقى كبير. وبناخد التو فاليوز دول الاكس والواي لكل بلوك ونجمعهم، وبنبدا من هنا نتحرك في الاي ستار الجوريزم. انا واقف عند الستارتنج بوينت بشوف اقل فاليو للبلوك وهو ده البلوك اللي بروح له، يبقى دايما بنشوف البلوك that has the lowest value between x plus y، وهو ده يا جماعة اللي احنا بنقدر نتحرك فيه. فاحنا بالتالي بنتحرك في كل البلوكس اللي has the lowest value، فبالتالي بنجيب أقصر روت نقدر نتحركه من الستارتنج بوينت للاندنج بوينت. وعشان كده ده بيكون أحسن ألجوريزم يحل لنا أي ميز ويوصلنا من القاهرة للساحل في أسرع وقت. شيفت تايم ستان.